غالينا نجح، دق طبول الهنا والسهرة لحد الصبح. بدي ايده لفوق اشوف الكف لفوق سقفوله. كسح كسح نبدا الفرح، هي غالينا نجح، دق طبول الهنا والسهرة لحد الصبح. ولكل ناجحين بدي اشوف الكف، ايده لفوق ارفع ارفع ارفع، نار يا بنات نار. كسح كسح نبدا الفرح، هي غالينا نجح، دق طبول الهنا والسهرة لحد الصبح. مش شايف الايدين، ايده لفوق 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 سقفوله. كسح كسح نبدا الفرح، هي غالينا نجح، دق طبول الهنا والسهرة لحد الصبح. ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع، عاشوا عاشوا سقفوله سقفوله سقفوله. اليوم يوم المنى والليل فرحة وهنا، مبروك يا اللي نجحت جاي يغني لك انا. والله اليوم احلى يوم، ايده لفوق ايده لفوق، احلى يوم اليوم يابا. واليوم يوم المنى والليل فرحة وهنا، مبروك يا اللي نجحت جاي يغني لك انا. دندرة يابا دندرة، لفوق لفوق لفوق، عاشوا عاشوا. مع تحياتي الجمال. يا احبابنا تجمعوا، رايات علم ارفعوا، فرحان يلي نجح واليوم نفرح معه. ويا احبابنا تجمعوا، رايات علم ارفعوا، فرحان يلي نجح واليوم نفرح معه. لكل الاحباب والصحاب بدي ايده لفوق، احلى كف سقفوله سقفوله. العين وخلي الصدى يوصل لأبعد مدى، يرغول حن القصب والطير لحن وشدى. العين وخلي الصدى يوصل لأبعد مدى، يرغول حن القصب والطير لحن وشدى. نار يا بنات سقفوله، ايده من فوق بالعالي بالعالي فوق 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 فوق. ولعت نار. جبرة ونادي هالاهل وافراحنا بتكتمل، من جد قالوا وجد، من صار دربه وصل. جفرة ونادي هالاهل وافراحنا بتكتمل، من جد قالوا وجد ومن صار دربه وصل. والله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابنا الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نتكلم عن التمييز المخبري. بعد ما أنهينا التفاعلات، ما بعرف شو وضع البث، شو الناس اللي عليه العالم الموجودين. احنا مدركين انه امتحانات تجريبية، مدركين انه كمان كمية الضغط اللي انتم بتعيشوها الآن بحكم الامتحانات التجريبية والاستعداد للامتحان الوزاري، ولكن إن شاء الله تعالى برجع بعيد نفس العبارة، وما هي إلا أيام معدودات إن شاء الله تعالى، بحيث أنه تحصد ثمار تعبك وتحصدي ثمار تعبك
والله إن شاء الله تعالى ولي التوفيق. خلينا اليوم نحكي عن موضوع التمييز المخبري، بس من باب العلم بالشيء والتفكير بالشيء بدي الجميع يركز معي. نسوي مشاركات قدر الإمكان حتى الجميع يعني يستفيد من هاي الحصة. موضوع التمييز المخبري موضوع مهم جدا جدا جدا، وتسأل عليه في كل امتحان، يعني يكاد لا تخلو دورة وزارية من هذا السؤال. فهو سؤال بسيط وسهل وانسيابي، مش بحاجة إلى كمية كبيرة من التفكير أو استهلاك كمية كبيرة من السيالات العصبية. تمام، فهو السؤال انسيابي وبسيط، وبإذن الله تعالى اليوم راح أبسط لك بشكل كبير جدا وأذكرك كيف تتعامل مع السؤال. أنهينا 4 تفاعلات رئيسية ولله الحمد والمنة. اليوم راح نبدأ بأنماط السؤال الوزاري، بحيث كيف تطرح الوزارة السؤال عليك أنت كستودنت. أول سؤال راح يكون يتكلم عن موضوع التمييز المخبري، بعدين من الشق الآخر أكمل معادلة مع تحديد نوع المعادلة. الشق الثالث اللي هو سؤال المخططات، أكمل مخطط سواء إذا كان مباشر أكمل أو إذا كان معطيني C3H8 معطيني الصيغة الجزئية بشكل عام، ومن ثم أنا بدي أستخرج. تمام، وعندي أسئلة الجداول بحيث أنا أستخرج من هذا الجدول الرمز المطلوب. والصيغة الخامسة هي الصيغة الكلامية، يعني من باب التفكير مركب يحتوي على 4 ذرات كربون وأكسجين إلى آخره بهذه الصيغة. وآخر شيء نأتي إلى السؤال الأجمل والألطف والأشوق، تمام، وهو الذي يتكلم عن موضوع التحضير. فنحكي بسم الله وعلى بركة الله ونشوف قديش صارت الأمور والمتابعين. تمام، الآن يا شباب خليني أحكي بسم الله. اليوم موضوع التمييز المخبري. التمييز المخبري سؤال من الأسئلة الجميلة، بدك تركز معي. أول موضوع أو أول مركب تميز للتمييز بين الألكان والألكين، هاي أول عائلة، أو مين؟ الألكان والألكاين، أو الألكان والألكاين. شو المقصود؟ أنا بحكي لك، خلنا في المرحلة التأسيسية إنه الألكين مركب يحتوي على رابطة ثنائية، وأخذنا في الألكاين مركب يحتوي على 3 روابط، 2 باي وواحدة منهم شو مالها؟ واحدة منهم سيجما. تمام؟ طيب، دائما وأبدا للتمييز بين الألكان والألكين أو الألكان والألكاين مع مراعاة كمية المادة المتفاعلة من حيث عدد المولات، يتم استخدام بما يسمى محلول البروم. يتم استخدام محلول شو بنسميه؟ البروم، اللي رمزه Br2. هذا المحلول له ميزة، شو هي؟ ذو اللون البني المحمر. ذو اللون البني شو ماله؟ المحمر. شدي على الحاء، مش محمر، المحمر. اوكي تمام. المذاب وين؟ المذاب في رابع كلوريد الكربون. المذاب في رابع كلوريد الكربون ورمزه CCl4. اوكي شباب، خلينا نعدل ال حتى ما حدا ما يفهم علينا. اذا دائما وابدا للتمييز ما بين الالكان والالكين بدي استخدم بما يسمى محلول البروم ذو اللون البني المحمر المذاب في رابع كلوريد الكربون. اما اذا كان الكاين فبدي استخدم 2 مول من هاي الماده. جميل جدا. لأن أنا كطالب كيف بدي أميز؟ بحكي لك عندي شيء اسمه دلالة التمييز. دلالة التمييز، يعني أنت الآن كيف بدك تميز؟ جميل جدا. دلالة التمييز يا جماعة يعد اختفاء اللون البني المحمر، يعد اختفاء اللون البني المحمر. ركز معي، يعد اختفاء اللون البني المحمر. شو ماله؟ دلالة على وجود الرابطة الثنائية أو
الثلاثي. هاي باختصار شديد جدا جدا. اوكي، فدائما وابدا لما يختفي اللون البني المحمر هذا نعتبره دليل على وجود مين؟ الرابطة الثنائية أو الثلاثية. دائما وأبدا من مميزات سؤال التمييز المخبري بدنا نكتب معادلتين إذا كان السؤال شو ماله؟ وضح بالمعادلات. يعني من أساسيات سؤال التمييز بدك تعرف هاي الملاحظات المهمة. رقم واحد، بدك تحكي لي انه دائما وابدا يتم التمييز بين عائلتين مختلفتين. شو هم العائلات اللي اخذناهم العشرة؟ الكان، الكين، هاليد الكل الى اخره، او كحولات او الدهايد او كيتون. فدائما التمييز يكون بين عائلتين مختلفتين. هاي النقطة الأولى. تمام؟ النقطة الثانية، المادة المستخدمة في التمييز مادة واحدة. كيف مادة واحدة؟ يعني دائما وأبدا لما بدك تكتب معادلتين للتمييز، بالله يا زعبي بس لو تفتح لي الشاشة مش شايف أنا شايف بس التعليقات طالعين عندي، ما بعرف إذا بتحكم أنتم هيك؟ طيب تمام. الآن يا شباب بالنسبة لموضوع التمييز دائما وابدا التمييز يكون بين عائلتين مختلفات. كيف انا راح افهمك؟ طيب النقطه الثانيه، الماده المستخدمه في التمييز بتكون ماده واحده. يعني بدي اكتب معادلتين ما بصير اعطي كل معادله ماده تمييز مختلفه. دائما ابدا معادلتين ماده تمييز واحده. اوكي. ورقم ثلاث وهي الاهم، معادله لها اجابه ومعادله على الاغلب طبعا ليس لها إجابة. تمام. إذا هذا أول تمييز ما بين الألكين والألكان أو الألكان والألكان. تعالوا نشوف شو قصدي أنا الآن. بسم الله. الآن بالنسبة لصفحة رقم 2 لو حكيت لك سؤال هيك سريع، أو خلينا نكمل في اللهم صل على سيدنا محمد. هي سؤال: ميز مخبريا بين كل من ألف، حكالي في عندك CH4 والزوج الآخر CH2 رابطتين CH2، وأما الفرع ب فهو عبارة عن CH3 و CH. اوكي زي ما علمتك سابقا عندي الكان والكين. طب كيف آلية التعامل الآن؟ ركز معي. بدي اكتب معادلتين ثابتات اجباري، بتجيب المعادلتين، ركز وخذ العلم من اصحابه ومن اهله. تمام؟ بسم الله. بجيب السي اتش 4 والماده اللي تحتيها عباره عن الكين CH2. بدي اعتبرك طالب فارغ ولا شيء. جائز ولا مش جائز؟ جائز. لا انت كيف بدك تحل بذكاء تضحك على وضع السؤال؟ طلع هنا في رابطه ثنائيه. احنا عمين حكينا وجود الرابطه الثنائيه موجوده؟ نعم موجوده. الماده المستخدمه هي عباره عن Br2 المذاب في CCl4، وهذا نفس الفكره. ليش؟ لانه دائما وابدا ماده التمييز واحده. تمام. هذا زي ما علمتك في تفاعل اضافه يتم تحديد الاهداف. هي هدف HBr بتهاجم هان وBr بتهاجم هان، تنكسر الرابطه الثنائيه وتكون رابطه سيجما. صح؟ تمام. يعني يحدث عندي تفاعل جميل جدا، فبصير هنا CH2 معها Br وهنا CH2 معها ايش؟ Br. ولكن هاي ما تعلمنا كيف تصير معادله او يكون الجواب X لا يحدث تفاعل. حتى اكون انا فاهم 100% باجي بكتب تحت يزول مين؟ اللون البني شو ماله؟ المحمر. هاي شد على الحاء مش محمر. زي طالب مره في احد المراكز حكيت له جو اوت، الله يسهل عليك شكلك جعان. تمام. هنا لا يحدث
تفاعل ويبقى اللون البني المحمر، يبقى اللون البني المحمر. هيك بكون أنا ميزت بين مين؟ بين الفرع ألف اللي هو عبارة عن CH4، كلكم بتعرفوا إنه ينتمي لعائلة نسميها الألكان، وهنا الكين. طب كيف يا أستاذ؟ أي مركب يحتوي على إشارة مساواة الكين وأيضا يتفاعل بالإضافة، تتذكر هذا الحكي؟ تمام. نيجي على الفرع باء. الفرع باء في عندي الكاين 3 روابط، ما في مشكلة. بتحكي لي اللهم صل على سيدنا محمد زي ما علمتك، بتجيب الفرع الأول CH3، CH3 المركب الأول، المركب الثاني H C تريبل بوند CH. دائما وأبدا هنا معي الكاين، والمادة المخبرية التي يتم تمييزها شو هي؟ تستخدم في التمييز محلول البروم المذاب في رابع كلوريد الكربون. ولكن وين الفكرة أو الحلقة المفقودة؟ إنه أنا عندي الكاين، عندي 3 روابط، لابد من استخدام 2 مول من المادة المتفاعلة. بحكي له 2 مول من Br2 المذاب في CCl4، وهنا نفس الفكرة. اوكي طيب CCl4 هنا ما تعودنا يصير تفاعل ولا مر علينا في درس التفاعلات الكيميائية، فبحكي له X لا يحدث تفاعل. ولكن هنا تعلمنا 2 ب2 4، حدد أهداف الهجوم، كربونتين حاضنات للرابطة الثلاثية، كربون 2 Br و2 Br، وكفى الله المؤمنين شر القتال. شو بتصير؟ بتصير بالطريقة التالية H، هنا راح يكون في عندي Br، هنا Br وهنا Br وهنا Br، وبكتب تحت يزول أيضا اللون البني المحمر. هيك بنكون ولله الحمد أنهينا التمييز ما بين الألكان والألكين أو الألكاين والألكان. تمام؟ هذا التمييز الأول سهل انسيابي ما في أي شيء، احنا متابعين أمورنا 100%. طيب أنتقل أنا وياك الآن يا صديقي العزيز للتمييز الثاني، ونأخذ اللون الأصفر. تمام؟ طيب التمييز رقم 2 يا شباب بحكي لك للتمييز بين الكحولات. طب يا حبايب قلبي شو كانت الكحولات؟ شو كانت الصيغة العامة تتذكروها؟ طبعا نتذكرها يا أستاذ، هي عبارة عن ROH. كنت أحكي لكم روح، تتذكروا؟ طب أستاذ بنط طالب كان نايم بتحس صحي، أوكي؟ بقول لك أستاذ الكحولات هاي شو أنواعها؟ بحكي له جميع الأنواع صديقي، إما أولي وإما ثانوي وإما ثالثي، ما بيهمني أي نوع من هاي الأنواع. تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى محمد. إذن للتمييز بين الكحولات ومين؟ وباقي المركبات العضوية كلها، نعم كلها، وباقي المركبات العضوية. طب شنو بده يصير؟ أنا كطالب كيف بدي أميز؟ بقول لك ركز معي صديقي العزيز، دائما وأبدا النوت الأول يتم خلينا نمسحها احنا مش أحسن؟ بما إنه معانا المحاي هاي أمورها تمام، ليش ما نستخدمها؟ يتم استخدام فلز نشيط. فلز شو ماله؟ نشيط. شو يعني فلز نشيط؟ قصدك عناصر المجموعة الأولى أستاذ؟ الحبوب قواعد سميناهم عناصر بصل، بوتاسيوم، صوديوم، ليثيوم. أنا بدي آخذ بوس أنا وياك، شو يعني بوس؟ إما بتحكي لي أستاذ صوديوم أو بوتاسيوم. أوكي؟ إذا دائما المادة المستخدمة فلز نشيط، إما بتاخذ صوديوم أو بوتاسيوم. جميل جدا. طب أستاذ شو دلالة التمييز؟ بقول لك طول بالك وصلي لي على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. دلالة التمييز، دلالة التمييز يعني بالمختبر على أرض الواقع كيف بدي أميز؟ بحكي لك صديقي العزيز، يعد تصاعد غاز الهيدروجين، يعد تصاعد غاز الهيدروجين. شو رمز الهيدروجين؟ H2، ودائما نعطيه سهم لأعلى، أي بمعنى كيميائيا هاي مادة متصاعدة، مادة متصاعدة. وإذا كان السهم لأسفل بمعنى مادة مترسبة. أوكي؟
يعني دائما وابدا الكحولات لما تتفاعل مع فلز نشيط كيف بدي اعرف انه هاي الماده عباره عن كحول؟ دايركت يتصاعد غاز مين؟ غاز الهيدروجين. تمام. وعليكم السلام شيماء، اهلا وسهلا. نسيم ابو عمار، الله يعطيكم العافيه جميعا. ركزوا معي، الامور سيابيه، احنا مقدرين موضوع امتحانات تجريبيه، ولكن انا قاعد ببسط لك موضوع التمييز اللي جايك عليه سؤال اجباري، طبعا بعد اراده الله وتوفيقه. تمام؟ طيب اذا دائما يعد تصاعد غاز الهيدروجين ايش؟ دلاله على الكحولات او على وجود ايش؟ الكحولات، او على دلالة على وجود الكحولات. بس بس. طب استاذ بالله هات لك سؤال، ابشر من عيوني الثنتين، هو لك غالي وطالب رخيص. هاي سؤال رقم 2. ميز مخبريا بين CH4 و CH3OH. طب أنا طالب نايم، كيف بدي أعرف؟ مباشرة أي مركب يحتوي على مجموعة الهيدروكسيد OH لحاله شو بكون؟ بكون عبارة عن إيش؟ عن كحول. زي ما علمتك بنجيب المركب الأول CH4 والمركب الثاني CH3OH. تمام؟ تمام. من باب التذكير هذا عبارة عن كحول، تذكيري لك أنت، ونوعه أولي، وهنا عبارة عن مين؟ عن الكان مباشرة مع فلز نشيط Na، وهنا بنفس الآلية فلز نشيط Na. دائما وأبدا معادلة بإيجابة ومعادلة شو مالها؟ بدون إجابة. الألكان لا يتفاعل مع الفلز النشيط، أوكي؟ الألكانات تتفاعل فقط بالاستبدال. أما هان بالطريقة التالية، H بتغادر الموقع على شكل نص H2 غاز متصاعد. ليش النص؟ هاي بنسميها عدد مولات من باب الموازنة، تطبيق مبدأ حفظ المادة وحفظ الشحنة. والNO بتغرد مكان مين؟ الH، فبتكون عندي أيون الكوكسايد الذي يستخدم في تحضير الإيثر. جميل جدا، جميل. هيك بنكون أنهينا التمييز بين الألكان والألكين والكحولات وباقي المركبات العضوية. أما آخر شيء وأجمل شيء في موضوع التمييز اللي هو مركب مين؟ مركب جرين يارد. شو جرين يارد؟ أو المعذرة أنا خربطت، هو مركب قصدي الألدهايد والكيتون. التمييز رقم 3، حصة اليوم خفيفة لطيفة ما فيها شيء، جميلة جدا. للتمييز بين الألدهايد. أستاذ شو الألدهايد؟ الناس بتحضر معنا جديد، حكينا دائما وأبدا عند ارتباط ذرة الكربون بذرة الأكسجين تتكون مجموعة بنسميها مجموعة الكربونيل، وبسبب الفرق في الكهروسلبية هاي سميناها إيش؟ سميناها كربونيل، صح؟ حكينا هاي المجموعة إذا بتيجي على الطرف بتكون عائلة تسمى الدهايد، وإذا بتيجي بالوسط تكون عائلة شو بنسميها؟ الكيتون. أوكي؟ الآن إحنا بدنا نميز ما بين الالدهايد اللي كانت الصيغة العامة تبعته عبارة عن R C دبل بوند H، أو عبارة عن R CHO اللي سميناها كحو، تتذكر CHO كحو. طيب إذا للتمييز ما بين الالدهايد ومين؟ والكيتون، وهنا بدك تركز معي. شو صيغة الكيتون يا صديقي العزيز؟ الكيتون سهل يا أستاذ، وعبارة عن R C دبل بوند R برايم، وهاي كانت تطبق قاعدة الوجه والوجه الآخر، هي عبارة عن RCOR برايم. حكينا عائلة الألدهايد وعائلة الكيتونات تطبق مبدأ قاعدة الوجه والوجه الآخر. شو كنت أنا بحكي؟ شو قصدي فيها؟ اللي حضر معي التأسيس وبيعرف أنا شو كنت أتكلم. ريقي نشف، لابد من احتساء شفة نسكافيه أو كابتشينو، ما بعرف بالضبط بس نشربه. بسم الله. شباب اللي حدا عنده سؤال عنده استفسار. محمود القيسي طول بالك، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين صبروا، طول بالك لا تستبق الأحداث. أهلين يا حنين، وعليكم السلام. أهلين يا شيماء، أهلا وسهلا. طيب
خلينا نحكي بسم الله الآن، نكمل أنا وياك في موضوع التمييز المخبري. الآن يتم استخدام محلول تولينز. شو اسمه؟ محلول تولينز للتمييز بين الالدهايد والكيتون. جميل جدا. طب أستاذ، هذا محلول تولينز من إيش بتكون؟ سؤالك جميل وسؤالك ذكي. بحكي لك يتكون من، ما بعرف هذا اللون واضح نكمل فيه؟ واضح زعبي عندك على الشاشة؟ طيب، يتكون من نترات الفضة مع مين؟ مع الأمونيا. ماشي، جميل جدا. طب أستاذ، شو الصيغة الكيميائية؟ بدك الصيغة الكيميائية بشر. الصيغة الكيميائية لمحلول تولينز وبدك تحفظها زي اسمك، هي عبارة عن Ag NH3 2+1 على OH الماينس، نترات الفضة القاعدية نسميها. تمام؟ الكربوكسيلي مش ROR. محمود القيسي خليك معي بالله، تركز معي بس. ال ROR يبدو انك يعني مش متبع معنا، هذا صيغة مين؟ صيغة الكيتون، اما الحمض الكربوكسيلي فصيغته RC دبل بوند OH. اوكي؟ طيب، الصيغة الكيميائية لمين؟ لنترات، لا محلول تولينز. هسه في معلومة مهمة جدا بدك تعرفها. بدك تعرف يا شباب دائما وابدا بأن الالدهايد شو ماله؟ الالدهايد يستجيب لمين؟ لمحلول تولينز. شو يعني يستجيب؟ بمعنى يتفاعل معه. اوكي؟ اما الكيتون لا والله لا يتفاعل. الكيتون لا يستجيب لتولينز. اوكي. طب استاذ، هسه انت في اول تفاعلين اعطينا بما يسمى دلاله التمييز، بدك اياها؟ طيب ما هي المشكله، هاي احلى دلاله التمييز. صديقي العزيز، لاحظ العلماء عند تفاعل الالدهايد في انبوب الاختبار تيست تيوب، لما فاعلنا الالدهايد مع محلول تولينز تكون راسب مرآة فضية على جدار الانبوب. فدائما وابدا يعد تكون راسب مرآة فضية على جدار الأنبوب، شو ماله؟ دلالة على وجود الألدهايد. إذا يعد تكون راسب مرآة فضية على جدار الأنبوب دلالة على إيش؟ على وجود مين؟ الألدهايد. أوكي؟ دلالة على وجود الألدهايد. هيك بكون لخصت لك شو قصة محلول تولينز. طبعا هو عبارة عن عامل مؤكسد أيضا. تمام؟ طيب، نمشي أنا وياك ونأخذ لنا سؤال على التمييز ما بين الألدهايد والكيتون. السؤال بيجي بالصيغة التالية: موضحا بمعادلات كيميائية كيف تميز بين، بدك اكتب لك السؤال بصيغتين، السؤال مباشر وكيف بده يضحك عليك. ماشي؟ وركز لك كيف بده يضحك عليك. طيب بسم الله، هات اللون. شوف هذا اللون ما نعرف شو اسمه. ألف، بحكي لك CH3 C دبل بوند H، أو إيش؟ أو CH3 C دبل بوند CH3. طب بدي أكتب نفس السؤال بنفس الصيغة، طلع على قاعدة الوجه والوجه الآخر بيجي بحكي لك CH3 CHO، صح؟ وهاي
COCH3. تمام تمام، زي ما علمناك وإن شاء الله إنك تستفيد. بتجيب المادة الأولى وهي عبارة عن كيتون، والمادة الثانية عبارة عن مين؟ عن الألدهايد. أوكي؟ هاي نفس الكيتون اللي فوق، هو عبارة عن الأسيتون، عبارة عن البروبانون، عبارة عن أبسط كيتون ويتكون من 3 ذرات كربون، سؤال وزاري سابق. وهاي أيضا عبارة عن مين؟ عن الألدهايد. لو شو بدي أفاعلها؟ بفاعلها يا صديقي العزيز مع محلول تولنس زائد AG NH3 باي 2 بلس OH الماينس. وهنا بنفس الفكرة AG NH3 باي 2 على OH الماينس. الكيتون لا يستجيب لتولنس، فالجواب X. أما الألدهايد طلع كذا نكمل الإجابة بطريقة ذكية جدا. تكتب الألدهايد CH3 C دبل بوند، وباخذ من تولنس كله أكسجين ماينس زائد AG وسهم لتحت. شو يعني سهم لتحت؟ يعني تكون راسب مرآة شو مالها؟ فضية. هيك يا شباب بيكون موضوع التمييز المخبري بسيط جدا 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 جدا، وما في أي نوع من الصعوبة. تمام؟ خلينا نشوف والله مقتطفات وزارية سريعة حتى يزيد الفهم عندك وأمورك 100%. ركز معاي بالمكثف. المكثف خرافي، المكثف يعني بإذن الله لن يخرج سؤال الامتحان عن هذا المكثف. وفي النهاية حكينا التوفيق من مين؟ من رب العالمين. نمشي أنا وياك. طيب، في عندي سؤال وزاري بال2008 الدورة الصيفية، ونشوف شو الأفكار. ميز بين كل من الأزواج، هي ألف وهي باء. تعودت أنا وياك لما بدنا نميز أحمد العداد ممكن يعطيني اسمه، لا يا أحمد، دائما وأبدا تعطى الاسم بالإضافة لمين؟ للصيغة البنائية، أو تعطى الصيغة البنائية بدون الاسم. أما موضوع الصيغة البنائية فهو ثابت وأساسي. زمان 97 وقبل كان يعطي الاسم، كان يربط موضوع التسمية بالكيمياء العضوية. الآن يا شباب ركز معي. كل التمييزات ملاحظات مهمة جدا بين عائلتين مختلفات، صح؟ صح. طب السؤال بيطرح نفسه، لو أعطاني عائلتين من نفس النوع شو بدي أعمل؟ بحكي لك يا صديقي العزيز ويا طالبي المجتهد وطالبتي المجتهدة، إذا أعطاك مركبين ينتموا لنفس العائلة لابد من التجهيز. شو يعني تجهيز؟ يعني بدك تشتغل على المركبين أو مركب واحد من اللي معك حتى يصبح من أحد العائلات المشهورة في التمييز. يعني يا بدك تجيب الكين أو كحول أو الدهايد أو كيتو. تعال نشوف السؤال. سؤال 2008 الدورة الصيفية، ميز بين من CH3CH2OH وهو عبارة عن كحول أولي من حيث النوع، و CH3CH عبارة عن كحول شو ماله؟ ثانوي. جميل جدا. الآن كيف بدي أجهز؟ هنا يا شباب حكينا في عندي شيء اسمه مرحلة التجهيز. بدي أجي لمرحلة شو بنسميها؟ مرحلة التجهيز. طيب، شو يعني مرحلة التجهيز؟ صديقي العزيز، الكحول الأولي إذا بسوي له حذف راح يصير الكين، والكحول الثانوي إذا بسوي له حذف كمان راح يصير إيش؟ راح الكحول الثانوي إذا بعمل له حذف راح يعطيني كمان إيش؟ كمان الكين. شو العمل في هاي الطريقة؟ بيجي أحد الطلاب بقول لي أستاذ لو جبت أنت الكحول الأول بالطريقة التالية CH3 CH2OH، تمام؟ وجبنا الكحول الثانوي CH3 CHOH CH3. الآن طلع شو بدي أعمل لك أنا الآن؟ ركز معي، لك حرية الاختيار. إما تعطيه HBr بده يتكون عندك هاليد الكل CH3 CH2
Br، وهذا المركب بظل كحول. شو بظل؟ بظل كحول. شو يعني كحول؟ يعني بتفاعله مع ال Na. انا شو بدي اسوي له؟ بدي اسوي له كمان حذف. خربانه خربانه، تعال نحذف انا وياك. ها، H2SO4 المركز مع مين؟ مع التسخين. فراح ينتج عندي ايش؟ الكين. هذا هاليد الكل، هذا الكين. مباشرة بتشوف الالكين مع مين بتفاعله؟ بتفاعله مع مين؟ مع Br2CCl4. هذه احد الحلول. بيجي طالب بيقول لي طب استاذ لو جبنا الكحول الاولي واعطيناه بسس بصير الدهايد، والكحول الثانوي اذا اعطيناه بسس بصير كيتون. بدك تفرق ما بين الدهايد ايضا حل جائز. ناخذ حل ثاني مثلا. باجي على نفس المركب CH3 CH2OH بعطيها بسس كلورو كرومات البريدينيوم PCC. الناس اللي مش متابعه معي، CH3 C دبل بوند H. والله صار الدهايد. ممتاز. طب اللي تحت لو اعطيناه كمان بسس لك حريه الاختيار، شو بصير؟ بصير عباره عن كيتون. يا سلام. الان يا شباب باجي بحكي يفرق ما بين الالدهايد والكيتون باستخدام محلول تولينز. هنا بده يتكون راسب مرآة فضيه، وهنا لن يتكون راسب مرآة فضيه. تمام؟ مضبوط يا احمد. نعم، بصير نسوي اكسده 100%. كلامك منطقي. نيجي على الفرع باء. الفرع باء. التليفون بده يطفي شحن شكله تليفوني. طيب نيجي لمين؟ لفرع باء. بيجي واحد من الطلاب بيقول لي يا استاذ هذا هاليد الكل اولي، لانك انت حكيت لنا اي مركب يحتوي على Fi بيركل ينتمي لهاليد الكل. مضبوط؟ بقول له زي ما انت 10 على 10. زي منتخبنا لما لعب مع الكويت وفاز عليهم 2-0. هذه ايام شو اسمه المهاجم هذا القصير، اللهم صل على سيدنا محمد، انس الزبون وحسون الشيخ، الله يسهل عليهم الاثنين. ماشي. هانا هاليد الكل ثانوي. حكيت لك يا محترم يا بطل يا صديقي لا يجوز ان تميز بين عائلتين من نفس النوع. بدك تجهز. تعال نجهز. يلا ها، نجهز لنا وجبة ايش؟ عشاء دسم. اوكي، بس كيف الترتيب؟ اشي بخوف. اكيد كلكم مبسوطين على الترتيب. طيب يلا بسم الله، تعال نجهز انا وياك. ناخذ لنا لون ايش هسه؟ خلينا ناخذ لون من الالوان الجميله هاي. هاليد الكل الاول، يلا جيب لي اياه. CH3 CH2 CH2Br. نزل نفس المركب تحت. هاليد الالكل الثانوي CH3 CH Br CH3. جميل جدا يا ناس يا شباب يا اصدقائي يا حبايبي. هاليد الالكل الاولي دائما نعطيه KOH كوتش. شو بده يصير؟ بده يصير كحول اولي CH3 CH2 CH2. هذا كحول. ممتاز. طب اللي تحت لو سوينا له الان بامكانك تجهز، او بيجي طالب بيحكي لك استاذ لو اعطيناه H2 هذا ما بصير H2SO4. ليش؟ لانه هاليد الكل، وهاليد الالكل يا شباب شو ماله؟ بتفاعل مع مين؟ مع ال KOH. مع التسخين. فبده يصير الناتج عبارة عن ايش؟ CH3 CH رابطتين. طلع. والله وصلنا لعائلتين مختلفات يا شباب، الكين وكحول. إلك حرية الاختيار، اما بتجيب الالكين بتفاعل مع Br2CCl4 والكحول مع Br2CCl4، هنا يزول اللون البني المحمر وهنا لا يزول، او بتفاعل مع ال Na. يعني هات خلينا نحل على ال Na مثلا بشكل سريع حتى انت ما ايش ما تو. طلع. بتجيب الكحول الاولي CH3 CH2 CH2OH، والثاني عبارة عن مين؟ عن الكين. صح؟ لك حرية اختيار في استخدام مادة التمييز يا Br2 يا Na. طيب ليش؟ لأنه في عندي كحول وعندي الكين. تمام؟ واتفقنا مادة التمييز مادة واحدة دائما وأبدا. ليش اخترت Na؟ عشان في عندي كحول أسرع في التفاعل. الالكين لا يحدث تفاعل، وهنا شو بده يصير؟ بده يصير يتصاعد غاز الهيدروجين
CH3 CH2 ONA زائد نص H2 غاز متصاعد. ماشي يا شباب. نشوف حسن الرفاعي. حبيبي يا حسن، قواك الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا. استنوني في المكثف، والله مكثف تقشعر له الأبدان من حيث القوة والمتان، وبإذن الله لن يغرد أي سؤال وزاري خارج هذا المكثف، وإن كان في العمر وقيها الكلمة المعتادة. مين؟ أي واحد من الطلاب؟ خلينا احنا ماشيين، ولكل حادثة حديث يحثني عليها هاجس حثيث. استفيدوا شوية لغة عربية يا جماعة الخير. إذا بندخل على الشعر ما نطلعش اليوم. أنا من عشاق الشعر، متنبي وأبو الأسود شو اسمه، أبو نواس. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. طيب 2009 الدورة الشتوية، بسم الله. بقول لي ميز بين CH3C دبل بوند H وهو عبارة عن مين؟ عن الدهايد. طيب ما في مشكلة، هذا سؤال وزاري 2009. وهنا عبارة عن مين؟ عبارة عن كحول. بيجي واحد أستاذ، طب أستخدم NA ولا أستخدم تولينز؟ اللي بيريحك، اللي بيناسبك، كلاهما بالحل. لا والله أنا بدي أستخدم مين؟ نستخدم تولينز. يلا بسم الله. بجيب الكحول الثانوي CH3 OHCH3 والمركب الثاني CH3 C دبل بوند H. تمام؟ تمام. بدك تفعله مع مين؟ اتفقنا مع تولينز. AG مع نترات الفضة القاعدية، وأيضا هنا مع مين؟ كمان مع تولينز. دائما وأبدا تولينز يستجيب لمين؟ فقط للالدهايد. معناته هنا والله إكس لا يحدث تفاعل. طب كيف بيصير تفاعلك هان؟ أقول لك تفضل يا سيدي، لونها يكتب الالدهايد كما هو CH3 C دبل بوند. تمام. ومن تولينز كله بناخذ أكسجين عليها ماينس زائد الAG وسهم لأسفل، وبكتب راسب مرآة شو مالها؟ فضية. 2005. انتظروا لي قليلا، خليني انهي المكثف، ومن 2004 نعطيهم حقهم، وبإذن الله راح نعلن عن انطلاقة إبداع وإنجاز ومتعة وتشويق في آن واحد، ولكن لكل حادثة أيضا حديث. 2003 الدورة الشتوية. 2003 الدورة الشتوية. كيف تميز بين CH3 وهو ينتمي لعائلة تسمى بالألكانات، وهذه العائلة ترتبط بروابط أحادية من النوع سيجما. تمام. المكثف يا أحمد قريبا جدا 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 جدا. ورقيا بكرة راح ينزل المكثف. تمام. ضروري انك تجيب النسخة الورقية، ضروري جدا. لخص لك المادة المقالية كلها، عرف، وضح المقصود، استفسارات الوحدة الثالثة، سرعة التفاعل، كل ما يلزمها من تعليل وتفسير موجود بأسلوب أنيق وجميل ومرتب مثلكم. تمام. والشق الآخر أسئلة الاختيار من متعدد تراعي جميع الفروق الفردية. المتميز موجود، الضعيف موجود. أوكي. نكمل. أما هنا مباشرة شفت الرابطة الثنائية، فهو ينتمي لمين؟ إلى الألكين. فباجي بحكي الألكين CH2 و CH3. شو المادة بنستخدمها؟ المادة يا حبيبي Br2 مذاب في CCl4، وهنا نفس الفكرة Br2C المذاب في رابع كلوريد الكربون. بنو الطالب كان نايم أول حصة الحين صحي، بحكي له أستاذ ليش ما تحط 2 مول من Br2؟ بقول له لك يا اطربش. اطربش معنى قوي جدا. 2 مول فقط لما يكون معي الكاين. اتفقنا؟ تمام. انت سكان اربد، حياك الله يا احمد. اربد عروس الشباب ان شاء الله تعالى حيكون على موقع منصة الماهر موجود، بتفوت على الموقع وبتعمل له تحميل. اوكي. الان الالكين يتفاعل، بي ار بتهاجم هان وبي ار بتهاجم هان. شو بده يصير؟ سي اتش 2 بي ار وسي اتش 2 بي ار، وهنا اكس لا يحدث تفاعل، وهنا
يزول اللون البني المحمر. هيك بيكون موضوع التمييز المخبري بسيط انسيابي لين انتهى. فنسأل الله التوفيق والسداد والنجاح للجميع. كنت معكم الأستاذ عبد القادر الزيادي الملقب بالرازي في الكيمياء، هذا لقبي عزيز علي طبعا، من منصة الماهر التعليمية. فأسأل الله أن يكتب الفل مارك لكم جميعا والتوفيق، مش بس في التوجيه وأيضا في الحياة العملية والعلمية. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.